السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاقيه للصلاه زي ما انتم شايفين كده. شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفه وشكلها شيك قوي وغرزتها جميله. حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده. هي الفيديو ده كان الطلب مني. في ناس يعني حابه ان هي عايزه تعمل طاقيه للصلاه، فالطلب مني فحبيت ان انا اعملها معاكم. يلا نشوف بقى الادوات اللي هنستخدمها ايه. اولا الخيوط اللي هتستخدميها اي خيوط انت حابه تستخدميها. حابه تستخدمي خيوط اليزا او حابه تستخدمي خيوط قطن، هتبقى حلوه. فالاحسن تكون الخيوط رفيعه، علشان الطواقي اللي زي دي بتحتاج خيوط رفيعه. وهتستخدمي ابره مقاس 2.5. طبعا العلامه بتاعه الغرز عشان هنعلم بيها الغرز. يلا نبدا مع بعض في الطريقه. اول حاجه هعمل عقده البدايه على صباعي بالشكل ده كده اهو، واشد الخيط بالشكل ده وابدا اعمل 7 سلاسل. انا هعملها معاكم بقى اللون الابيض، انا عامله لون تاني بس حبيت ان انا اعملها معاكم ابيض عشان تبقى باينه. هعمل 7 سلاسل. عملت كده 7 سلاسل. هدخل في اول سلسله. اول سلسله عملتها اسحب الخيط كده واخرج منها، ويبقى كده انا عملت عندي دايره سحريه زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. الدايره دي طبعا انا مش حابه ان انا اقفلها، حباها اللي هي تكون ايه، واسعه كده. هو الموديل بتاعها اللي مختارينه ان هي تكون ايه، من فوق واسعه بالشكل ده كده، ما تكونش مقفوله قوي. ده الموديل اللي اختار الطاقيه بتبقى شكلها كده اهو. هعمل سلسله واحده ارتفاع، وهو ده الارتفاع الوحيد اللي في الطاقيه كلها، مفيش ارتفاعات تاني. الطاقيه بتاعتنا هتبقى عباره عن الشغل بتاعها هيبقى حلزوني كله، مفيش ارتفاعات فيها ولا هنقفل فيها بمنزلقه خالص. هدخل كده في الدايره السحريه واسحب خيط واعمل عمود بلفه. اول عمود هعمله عمود بلفه ده كده هعلمه عشان خاطر ده بقى هيبقى بدايه ونهايه الدور اللي هنقفل. احنا مش هنقفل فيه بس هنبقى عارفين الدور الاخير عشان خاطر نقفل الطاقيه بتاعتنا بقفله كويسه كده. انا علمت بالعلامه وهتفضل موجوده معايا. هعمل في الدايره دي 14 عمود بلفه. الف الخيط على الابره بالشكل ده كده وادخل اعمل 14 عمود بلفه. ده كده التاني عمود بلفه عادي خالص. بلف الخيط على الابره كده بالشكل ده وادخل في الدايره بتاعتي اعمل عمود، اخرج من حلقتين في حلقتين. هعمل 14 عمود وارجع اوريكم بعد ما اخلص ال 14 عمود هنكمل ازاي. كده عملنا 14 عمود بلفه. هشيل العلامه بالشكل ده كده. وطبعا انا ما بقفلش الشغل بتاعي حلزوني كله في الطاقيه، ما بقفلش فيها ولا برتفع فيها. هلف الخيط على الابره بالشكل ده كده وادخل فيه تحت الحلقتين المكان اللي فيه العلامه واعمل عمود بلفه واحط العلامه بتاعتي تاني فيها اهو. وهعمل ايه بقى، هعمل الدور ده هيبقى دور تزايد. يبقى انا عملت كده 14 واتاكد ان هم عندي 14. عملت اول عمود في نفس المكان هعمل عمود بلفه، يعني كل غرزه من تحت الحلقتين دول كده بدخل فيها بعمل 2 عمود بلفه. ده كده الدور التاني اهو. ده كده كام، 2 عمود بلفه في كل غرزه من الغرز اللي عندي تحت الحلقتين بعمل فيها 2 عمود بلفه في نفس المكان. هيبقوا عندي كام، 28 عمود اهو. هكمل بقى كده كل غرزة فيها 2 عمود بلفة، وهكمل بقى الدور كده هيبقوا 28 عمود بلفة. هكمل الدور وارجع لكم. كده انا خلصت الدور التاني وعملت 28 عمود بلفة في كل الغرز اللي عندي. كل غرزة فيها 2 عمود بلفة. هشيل العلامة وزي ما عملنا في الدور اللي فات بلف الخيط على الابره وما بقفلش خالص عندي، وبدخل في الجزء اللي فيها العلامه بدخل اعمل فيها عمود بلفه. طبعا الشغل كله بتاعي هيبقى عباره عن اعمده بلفه. كده الدور التالت اعلم العلامه بتاعتي احطها مكانها تاني. هعمل ايه بقى الدور التالت؟ يبقى احنا عملنا الدور الاول 14 عمود بلفه في فراغ، وبعد كده عملنا 28 عمود بلفه. الدور التالت هيبقى ادا كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، وبعد كده سلسلة. ما بسيبش غرزة تحت، انا بعمل سلسلة بس ما بسيبش غرزة تحت. بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل 4 عمود بلفة، سلسلة، 4 عمود بلفة. يبقى الدور الثالث عبارة عن 4 عواميد بلفة، سلسلة، 4 عواميد بلفة. يبقى ده 4 سلسلة وهكذا لحد ما اخلص الدور كله. الدور الثالث 4 عواميد بلفة وبعدين سلسلة، ما بسيبش غرزة تحت اهو. هكمل كده بقى وارجع لكم نشوف الدور اللي جاي هنعمله ازاي. كده خلصت الدور الثالث
وشايفين بقى بدأت تلم معايا ازاي. بعد كده هتفرد معاكي وتظبط بعد كده في الادوار اللي جايه. هنشيل العلامه، وطبعا ايه ما ننساش ان احنا نعمل سلسله برضو في اخر عمود. هندخل كده في المكان اللي فيه العلامه وهنعمل عمود بلفه ونعلم برضو العلامه بتاعتنا. الدور ده بقى هيبقى فيه تزايد. امشي معايا دور دور هتطلع معاكي مظبوطه وشكلها كويس اهو. ده كده اول عمود. الدور الخامس لا الدور الرابع، احنا كده عملنا 1 2 3. الدور الرابع هيبقى فيه تزايد، وبعد كده مفيش تزايد تاني لحد ما نوصل للدور العاشر، وبعد الدور العاشر هنرجع نعمل تناقص. فانت مش معايا بالطريقه كده زي ما انت شايفه كده. انا كده عملت 1 2. حاولي ان انت تعملي التزايد في الغرزه الثانيه او الثالثه. انا بعملها في الغرزه الثالثه، بعمل فيها 2 عمود بلفه في نفس المكان، يبقى وبعد كده الاخيره عمود بلفه. يبقى كده انا عملت كام؟ 5 1 2. في الغرزه الثالثه عملت فيها 2 عمود بلفه وديت الخمسه، وبعدين بعمل سلسله وبشتغل في الفراغ اللي احنا كنا عاملينه اللي فيه السلسله. بعمل عمود بلفه وبعدين سلسله وبدخل اعمل ده كده اول عمود بعمل فيه عمود بلفه. التاني الغرزه الثالثه بعمل فيها 2 عمود بلفه في نفس المكان عشان يبقوا معايا 5 اعمده. ده كده التزايد اللي انا بعمله. التزايد ده هيفرد معاكي الطاقيه ويخليها مظبوطه. طبعا بدات تلم معانا، شايفين فردت ازاي اللي احنا عملناه. وبعد كده بعمل سلسله عمود بلفه في الفراغ اللي فيه السلسله في الدور اللي فات، سلسله 5 هنا عمود بلفه، وهتمشي الدور كله بالشكل ده كده. هتعملي فيه التزايد في الغرزه الثانيه او الثالثه، تعملي فيها 2 عمود بلفه في نفس المكان وبعدين سلسله وفي الفراغ بتاعنا عمود وسلسله. ده كده الدور الرابع. هكمل بقى كده بقيه الدور لحد ما اوصل للعلامه وارجع لكم. بعد ما خلصت بقى الدور الرابع، شايفين فردت معايا وبقى الدايره عامله ازاي ومفروده عشان التزايد ده فردها. بعمل بقى بعمل ايه زي ما قلنا تزايد 5 وبعدين سلسله، وفي الفراغ اللي فيه سلسله عمود وبعدين سلسله، وبشيل الابره العلامه بتاعتي وبدخل اسحب الخيط كده وادخل في المكان اللي فيه العلامه اعمل عمود بلفه كده اول عمود بلفه، واعلم برضو العلامه بتاعتي ما بشيلهاش لحد ما اخلص الطاقيه كلها اهو. وبعمل بقى على ال5 اعمده 5 برضو، خلاص بيفضلوا بقى موجودين معايا لحد الدور العاشر اهو. 3 4 5. بعد كده بقى العمود ده بيفضل يتزايد معايا لان انا عامله هنا سلسله عمود سلسله. السلسله دي بعمل فيها عمود وبعمل سلسله، وبعمل في السلسله الفراغ اللي هو فيه السلسله ده عمود وسلسله. فانت كل مره بيزيد معاكي. يعني انا كده عملت ايه؟ بعد ما خلصت ال5 هدخل في دي كده اعمل عمود سلسله، شايفين كده عمود سلسله. يبقى انا بعمل كده في الفراغ ده كده. لا في هنا بعملها ايه نسيت. بعد ما بخلص ال5 بعمل سلسله وبدخل في الفراغ بعمل عمود سلسله عمود سلسله، وبعمل ال5 اعمده بتوعي بيفضلوا زي ما هم، مفيش فيهم تناقص ولا تزايد، بيفضلوا زي ما هم 5. بعملهم 5 برضو اهو. سلسله بعد ما بخلص ال5 اعمده سلسله بدخل في الفراغ اعمل عمود بلفه سلسله، في الفراغ ده عمود بلفه سلسله. هتلاحظي معايا ان انت اول الدور الرابع عملتيه كان فيه عمود واحد، بعد كده زاد بقوا 2، بعد كده هيزيد هيبقى 3 وبعدين 4 و5 و6 و7 لحد ال7 هنوقف. هكمل بقى الدور ده كده اهو. شايفين بعد السلسله هعمل ال5 اعمده اللي انا بعملهم وبعدين بعد ال5 باخد سلسله وبلف الخيط واعمل في الفراغ عمود سلسله وفي الفراغ ده عمود سلسله. بس كده هكمل بقى بقيه الدايره كلها 5 اعمده بعدين سلسله في الفراغ عمود سلسله عمود سلسله. هكمل كده وارجع اوريكم الدور الجاي هنكمله ازاي. ده كده اخر حاجه في الدور. بعد ما عملت ال5 بعمل سلسله وفي الفراغ عمود وسلسله، في الفراغ اللي قبل العلامه ما تنسيهوش تعملي فيه برضو عمود
وتاخدي سلسله، وهتشيلي العلامه وهتعملي على طول عمود في العلامه على طول كده، المكان اللي فيه العلامه، وهتعلميها برضو تاني. ده كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. شايفين بقى عندي كده هنا كام فراغ؟ بقى عندي هنا 3 فراغات. احنا اول حاجه عملنا عمود، بعد كده بقى عندي 2، في هنا 3 فراغات اهو زي ما انتم شايفين. باخد سلسله وبدخل، كل مره بتزيد معاكي بقى الاعمده، عمود سلسله في الفراغ ده، عمود سلسله في الفراغ ده، عمود سلسله. بس كده شايفين بقى عندي كام؟ 3. هتفضلي ترتفع بالادوار، هتزيد عندك، هتبقى 1 2 3، وفي السلسله دي بتعملي فيها الرابعه، هتزيد معاكي لحد ما توصلي كام؟ ده كده عمود، بقوا 2، بقوا 3، هتعملي 4 و5 و6 و7 لحد ما يوصل معاكي ل7 فراغات. 7 فراغات من الفراغات دي كده 3 اهم. هفضل ارتفع بالادوار لحد ما توصل معايا 7 فراغات، وهيبقى الدايره كلها 10 ادوار. هتعدي من هنا كده لحد ما توصلي ل10 ادوار. هكمل بقى كده لحد ما توصل معايا ل10 ادوار، وارجع اوريكم بقى هنكمل بقيه الطاقيه ازاي، عشان هيبقى في تناقص عشان نقفل الطاقيه. هكمل كده لحد 10 ادوار وارجع اوريكم. كده خلاص بقى خلصتها وبقت معايا بالشكل ده كده. بتفضلي كده ترتفعي لحد ما توصل معاكي للشكل ده كده. خلاص كده عملت بقى 10 ادوار زي ما انتم شايفين. من هنا كده بتعديهم بيوصلوا معاكي 10 ادوار، والفراغات دي بتبقى معاكي 7 فراغات. الدور بقى اللي جاي اللي هو الدور ال11. بعد ما عملنا 10 ادوار كده هنبدا في الدور ال11. هنشيل العلامه، نشيل العلامه بالشكل ده كده، وهندخل في ال5 اللي احنا كنا بنعملهم بعد ما ارتفعنا هنا سلسله اهو. هناخد كده عمود بلفه، وهنعلم بالعلامه بتاعتنا العمود برضو. طبعا احنا هنعمل تناقص وثبات. التناقص في ال5 اعمده اللي احنا قلنا عليهم، اللي احنا كنا عاملين فيهم التزايد، هندخل نعمل فيهم تناقص. انا كده عملت اول عمود، التاني هعمل التناقص في التالت والرابع. في التالت بسحب الخيط معايا 3 حلقات، بخرج من 2 اهو، بخرج من 2 وبلف الخيط تاني على الابره، وادخل في دي معايا كام؟ 4. اخرج من 2 اتبقى معايا 3، اخرج من ال3. يبقى كده انا عملت ايه؟ تناقص. وبعدين اعمل عمود بلفه، يبقى كده يبقى معايا 4، 1 2 3 4. وباخد سلسله في الفراغات ديت، بعمل فيها ايه بقى؟ بعمل فيها تحت الحلقتين زي ما انت شايفه كده. شايفه الحلقتين اهي، بدخل اعمل فيها عمود بلف، سلسله، وتحت الحلقتين ما بعملش بقى في الفراغ، بعمل تحت الحلقتين عشان ما يديش معاكي تزايد تاني اهو. سلسله تحت الحلقتين دول كده، عمود، سلسله تحت الحلقتين، عمود، سلسله. ما بعملش في الفراغ، بعمل في الحلقات دي كده سلسله، اخر عمود اللي هو في الفراغ ده كده اهو، بدخل اعمل برضو في الحلقه بتاعت العمود. ده كده يعتبر اول عمود من ال5. هنعمل العمود التاني، وهنعمل التناقص في التالت والرابع. ده كده التاني، هندخل كده نعمل التناقص في التالت والرابع. هنسحب خيط بالشكل ده كده معايا 3، هخرج من 2، معايا 2 على الابره، هسحب خيط واخرج وادخل في الغرزه الثالثه، اسحب خيط معايا 4، اخرج من 2 كده معايا 3، اخرج منهم التلاتة، وبعمل عمود بلفه، وافضل ماشيه كده سلسله، وبدخل اعمل في الفراغات بتاعتي اللي هم ال7 اللي احنا عاملينهم، بعمل فيهم سلسله، وبعمل فيهم عمود بلفه في تحت الحلقتين. ما بعملش في الفراغ بقى، بكمل الطاقيه كلها تحت الحلقتين، وهتلاقي الطاقيه دت معاكي بقى الشكل التاني ده كده. لما تيجي تقفليها بقى هتقفل معاكي وهتديكي شكل كده ايه لتحت. لو انت حابه بقى تزودي عن المقاس ده هتزودي، هتشوفي برضو هتقيسي وتشوفي يعني المقاس عامل ايه معاكي. لو حابه تزودي عن ال10 ادوار هتزودي براحتك، مفيش عادي، مفيش اي مشكله، هتزودي عادي خالص. هتزودي يعني بدل ال7 فراغات دول هيوصلوا معاكي مثلا 8. لو انت حابه تزودي عن كده يوصلوا معاكي 8 او 9 على حسب ايه المقاس اللي انت هتعمليه. شايفين كده؟ بعد ما عملتي بقى التناقص ده كده اللي هو الدور ال11، هتفضلي مكمله كده بقيه الادوار لحد ما توصل معاكي ل15 دور. انا حبيت ان انا اوقف عند 15 دور، فما حبيتش ان انا اعملها كبيره قوي. لو انت حابه تعمليها كبيره قوي هتفضلي ايه تكملي في الادوار لحد ما توصل معاكي للمقاس اللي انت حباه، وهتقيسي طبعا على راس الشخص اللي انت بتعملي له الطاقيه.
بعد الدور ده كده مفيش اي تناقص ولا تزايد تاني، هتكملي بقى بقيه الادوار بتاعتك 4 عمود بلفه و7 اعمده اللي هم الثبات بتوعنا ما بيزيدوش، التناقص كله بيبقى هنا كده. هتفضلي ماشيه 4 عمود بلفه والتناقص كده والثبات بتاعنا اللي هو 7 اعمده لحد ما توصل معاكي للمقاس اللي انت هتعمليه. هكمل بقى كده وارجع اوريكم بقى الشكل النهائي. طبعا العلامه بتاعتي بتفضل موجوده، العلامه بتاعتك بتفضل موجوده بتشيلهاش. طبعا انا كده خلصتها وبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده اهو. بس هاجي بقى القفله بتاعتنا اللي هنقفلها للطاقيه. طبعا ده العلامه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه، بدايه ال4 اعمده او بدايه ال5 اللي كنا بنعملهم في الاول، دول كده خلاص بقى 4 بقى في التناقص اللي احنا عملناه. بتاخدي بقى سلسله، السلسله الاخيره اللي انت بتعمليها وبتلفي الخيط، تدخلي بقى كده تعملي عمود بلفه وبعدين نص عمود، بعد النص عمود هنعمل حشو تحت الحلقتين وبعدين منزلقة بس كده. وباخد سلسلة ثبات للشغل اهو، وبسحب الخيط طبعا بكون قصاه، بسحب الخيط كده وبقصه بقى ايه كده، وبظبط بقى الخيوط ديت في الشغل بتاعي كده بالابره التنظيف. يبقى انا عملت في التقفيله بتاعتي عمود، نص عمود، حشو ومنزلق في ال4 اعمده اللي احنا بنعملهم. ودي كده شكلها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا انا كنت عامله لون تاني اهو، ده كده اللون التاني اللي انا كنت عاملاه، بس انا حبيت ما اعمل معاكم اللون الابيض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الغرز بتاعتها متناسقه ومظبوطه جدا. وده كده شكلها النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم، ولو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، حابه لو في اي استفسار او اي حاجه عن الطاقيه اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش بقى لايك للفيديو والاشتراك في القناه عشان خاطر ايه تشجعوني ان انا اكمل معاكم فيديوهات. سلام عليكم.